بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مها من قناة واكلات ويوميات مها. فيديو جديد للمشتريات بتاعه النهارده من الخضار والفاكهة، وكمان هقول لكم على الاسعار. وكمان يلا نخش ونصلي على الرسول ونسمي ونقول بسم الله. النهارده هبدأ معاكم. طبعا زي ما انتم عارفين هنبدأ بالخضار، الحاجة اللي متستغناش عنها اي تلاجة في البيت او اي مطبخ في البيت. عندك اي خضار من الحاجات دي هتقدري تعملي اكلة وتوفري كمان في فلوسك. النهارده يا بنات انا جبت الخيار. طبعا الخيار بقى سلطة، انا قطعها من بالفطار كده حاجة خضرة. كان ب10 جنيه. ده كمان يعني كنت رايحة متأخر شوية فادهولي ب10. الصبح كان ب15 جنيه. البتنجان برضو السوق كله ب15. فاحنا ايه يعني اتحايلنا كده على الراجل اللي بيبيع، اداهولنا الكيلو ب10 جنيه. طبعا انا لقيت الصغيرة عشان المحشي هو حلو جدا وطري برضه مش وحش. الكبيرة دي بقى يا بنات قلت ممكن انا بحبها مقلية وحشها كده، بتبقى بفلفل وشطة وليمون وخل وخضرة، بتبقى طعمها حلو جدا. فانا قلت اللي هحشيه هحشيه واللي هقليه هقليه. جبت برضو الطماطم. قلت لكم بقى البتنجان كان الكيلو ب10 جنيه. الطماطم، وطبعا الطماطم شد تاني عن الاول. كنا الاول بنجيبها ساعات ال2 كيلو ب10 وساعات الكيلو ونص. المهم كان السوق كله بيبيعها ب10 وب12 بالعافية كده، لما الراجل رضي يبيعها الكيلو وربع. بس مش انت اللي هتنقيه، هو هيعبيلك كله في قلب بعضه كده. بس صراحة هي حلوة وجميلة جدا. حتى لو لقيتها مصفرة شوية، هي اليومين دول هتسيبها على الرخامة بره في المطبخ هتحمر معاكي جدا وتبقى طعمها حلو. وكمان بتبقى ملحمة اليومين دول يا بنات. فاللي عايز، بيقولوا العلبة الجديدة قربت تظهر، فاللي عايز يصلص يبدأ يجيب شوية ويصلصهم. انا عن نفسي كده قلت كل ما الطماطم تعدي من عليا او اروح السوق هجيب شوية واصلصهم وعينهم في الفريزر. طبعا تغيير العروة بيبقى الاسعار بتغلى جامد. فطبعا جبت ديت الكيلو وربع، جبت 2 كيلو ونص ب20. وزي ما قلت لكم مش بتنقيها، هو كمان بيغرفها لك كده على بعضها. بس للامانه هي حلوه جدا، وكانت ما فيهاش حاجه بايظه ولا حاجه يعني طريه ولا حاجه. فعشان كده رضينا وقلنا له عبيها مش مشكله. الفلفل والشطه طبعا انا شكلت، جبت قرن كده حراقين على بردة على فلفل اخضر. ده فلفل يا بنات مش شطه، فلفل ما شاء الله برضو جميل. بس طبعا السوق كله ب15 وما فيش جنيه هينزل من الفلفل. فجبنا جبت ده كيلو مشكل بقى فلفل على شطه حراقه على شطه بارده. بنحب ناكلها جنب الاكل كده بيبقى طعمها حلو جدا. ديت يا بنات اللي هي الخضره دي هي الحراقه وحراقه جامد يعني. لكن دي اللي هي فاتحه شويه ديت بارده. جبتها للاكل مثلا. بحط منها على الخضار لما باجي اطبخه. بقطع منها كده على الطماطم، بتدي ريحه وطعم حلو. المهم وانا ماشيه شويه كده لقيت فلفل احمر. فلفل احمر بس هو صراحه ما لقيتش اصفر. انا بحب اجيبه مثلا احطه مثلا لما باجي اعمل كبده، بقوم مقطعه فلفل احمر على اصفر على اخضر، فبيدي تشكيله حلوه. كان الربع ب15. هما التلاتة دول جم ربع. هو طعمه برضو حلو ومسكر فبحب اكله. ممكن تحطي بقى حته على السلطه. على مثلا تعملي كده جبنه على طماطم على تشكيله خضار وتشكيله فلفل، بتبقى طعمها حلو برضو. جبت الخضره، ما عنديش خضره فقلت ايه اجيب كده طن خضره. عملت محشي، عملت مثلا طبق سلطه حاجه. التلات ربط ب5 جنيه. ومشيت شويه كمان قدام لقيت واحده بتبيع الاربعه ب5. بس طبعا كل واحد وله رزقه. كده خلصنا الخضار بتاعنا. نخش بقى على الفاكهه. والفاكهه اسعارها ما شاء الله مش عايزه تنزل، واسعارها غاليه جدا جدا جدا. المهم الاناناس ده يا بنات، انا جبت الاناناس ده الكيلو ب20. وكمان كانت بتقولنا ب25، بس يلا خدوه بقى ب20. مع ان الحاجه والله في السوق للاخر خالص كانت كتير. البياعين مش راضيين يهاودوا، مش راضيين ينزلوا في الاسعار. فكمان الحاجه تنتها لاخر السوق ما شاء الله. السوق مليان. جبت الاناناس ده ب20 جنيه، وكان في اشكال او انواع كده منه. فصراحة انا جبت اللي انا متعود يعني اللي انا جربته متعودة عليه. كان في شكل مضلع كده صراحة انا مجبتوش قبل كده وما اعرفوش، يعني خفت اجيبه لربما يطلع طعمه مش قد كده. المهم جبت ده الكيلو ب20 جنيه. جبت بقى الموز. الموز ده يا بنات اللي اسعاره مش عارفة في ايه.
يعني هو حجم الصبع مش كبير قوي ولا حاجه. الموز ده كانت بتقولي ب40 جنيه، ما كانتش راضيه يعني تتنازل عن حتى جنيه. من هنا لهنا خدت منها ب35. كده خلاص قلت لكم الاسعار. كان في طبعا الجوافه ما لقيتهاش السوق ده خالص، كان قبل كده كنت جايباها ب35، بس للاسف وللامانه ما كانتش حلوه خالص. الجوافه من بره سليمه وجامده وما فيهاش اي حاجه، بس من جوه مدوده مليانه دود. فطبعا اللي انا جبت الكميه اللي انا جبتها كلها رميتها، ما كلناش منها حاجه. فبقول لكم الخوخ ب40 وب35 ومش حلو، يعني تحس ان هو مستوي قوي زياده عن اللزوم، فما جبتش خوخ. البطيخ الاسعار الواحده ب60 وب70 وب80، ده كمان كده رخصت عن الاول، كانت ب100 وب100 وي. بس برضو اليومين دول انا عمري ما هجيب الفاكهه دي كلها خالص اليومين دول، لان في نزلات موعيه كتير للكبار والصغار والاطفال. فنصيحه مني محدش يجيب لا خوخ ولا العنب. العنب برضو نزل وسعره غالي جدا، وكمان مش حلو اليومين دول. كل الفاكهه اللي هي الجديده دي بتعمل نزلات معويه، فبلاش منها. جبت بقى يا بنات، كان في راجل كده في السوق بيبيع صابون، فجبت منه، معلش على الصوت ده، ابني الصغير. المهم جبت كيلو صابون مواعين، ريحته حلوه قوي يا بنات، وريحته بالليمون. فانا جبت كيلو اجربه كده. كله فيه ده كان كيلو ب10 يعني. اسفه، الكيلو ب5 جنيه. الكيلو ب5 جنيه، يعني 2 كيلو ب10 جنيه. وجبت بقى علبه جبنه، قلت برضه عشان الفطار. عشان الفطار جبت علبة الجبنة ديت على اللي عندي مثلا. وجبت كيلو شعرية، انا عندي مكرونة وعندي زيت والحمد لله، وعندي سمنة وعندي الرز الحمد لله، يا رب فضل من عند ربنا. يا رب اكون افدتكم بالاسعار. اشوفكم بقى فيديو جديد، ما تنسونوش من اللايك والشير ودعوة حلوة من قلوبكم. مع السلامة.